Mesdames et messieurs, le train en provenance de Tanger, Qsal Kbir, Qnitra, Rabaville, Rabaegdel entre en gare dans un instant. سيداتي سادتي، القطار القادم من طنجة، القصر الكبير، القنيطرة، الرباط المدينة، الرباط أجدال يدخل المحطة بعد قليل. أنتم في العلبة الصوتية للرقم 06. المرجو ترك رسالة بعد الإشارة الصوتية. L'ONCF, c'était, ça remonte quand même à un petit peu longtemps. Bon, c'était un appel d'offres que j'ai décroché. Ça s'est fait en 3-4 jours, il me semble. C'était quand même beaucoup de textes. Il fallait relier toutes les destinations, provenance, arrivée, attention à la marche, attention à entrer en gare. Bref, il y a les quais, il y avait pas mal de textes. C'est plus tard que je commençais à avoir des feedbacks de personnes qui prenaient assez souvent train. Et de la navette, moi j'étais encore salariée à l'époque, et كانوا كيجيو كيقولوا لي ونستينا في الطريق ولا ناري عاوتاني التران كان عطلتي لينا ولا par exemple c'est à cause de toi que je suis pas arrivée à temps. Ça me faisait rire parce que les gens qui reliaient les retards à ma voix, en fait, ils ont rien compris, mais bon, je suis toujours là pour leur expliquer que, vous savez, il y a un studio, ce sont des voix préenregistrées, bref. Mais c'est marrant. Justement, comme l'exemple du serveur vocal d'Orange. Quand j'avais fait les enregistrements pour Meditel à l'époque, il y avait certaines phrases qui n'étaient pas bien perçues par الناس اللي تعيطوا ملي تنعيط لشي واحد وكنلقاه مشغول راه تنجاوبو كنقولوا هذا الرقم مشغول دابا. هذا الرقم مشغول دابا، المرجو إعادة النداء لاحقا. Ça te fait quoi de tomber sur ta voix? Ça m'énerve. Parce qu'au moment où on essaye de joindre quelqu'un, au fait, c'est là où j'ai compris que c'est énervant, au fait, d'attendre que l'autre personne décroche et qu'on tombe sur cette dame qui est moi. Il m'arrive d'essayer de faire des voix cartoon. Les voix cartoon, j'adore. Il m'arrive de m'éclater à faire Homer, mais tu étais où Homer encore? Tu es resté toute la nuit. الحرب العالمية الثانية كان فيه دبلوماسي أمريكي اسمه برد كاريس، وكان من أثرياء العالم. كان يحب واحدة، قالت له أبغى تبني لي مكان وقصر أكون أنا وياك في الدنيا لوحدنا. الله. قام اختار لها هذا القصر في غابة الرميلات، البيت الأبيض الموجود هنا. وسميت الحديقة إلى الآن باسمه حديقة برد كاريس. بعدين كان فيه من المقاومين المغاربة ضد الاستعمار أحمد الرسيوني، قام هجم عليها وأسر البنت. وطلبوا منه فدية 70,000 ليرة ذهبية. أيوة. الأمريكي والدبلوماسية الأمريكية ترفض دفع الفدية للأسرى، فما رضي يدفع. أيوة. قامت هي البنت أعجبت في هذا أحمد الرسيوني المغربي. لما أعجبت في ذا أحمد الرسيوني ترك ذاك الأمريكي اللي ما قدر يدفع الفلوس وهو عنده موجود هذا الفلوس. واحد مخرج أمريكي في عام 73 اقتنص هذا القصة ومثلها في فيلم موجود على اليوتيوب اسمه العاصفة والأسد. موجود هذا الفيلم وفي نفس هذا المكان. طبعا هذا كانت عندها صورة خاطئة عن المغاربة وعن العرب وعن المسلمين أنهم متوحشين، لكن بعد أن رأت الكرم الضيافة المغربي ورأت هذا الرجل المحترم وعرفت يعني أنا أمريكية أنا أسبانية، جابني إلى بلاد العرب وإلى بلاد المسلمين، فاقتنعت أنهم غزاة وأنهم مستعمرين. وهذه قصة حديقة الرميلات، وهذا قدامنا قصر حولوه إلى متحف برد كاريس. وأنت عاشق برد كاريس، شكرا لك. ورث في ضبشي دشني غلا فزبر في غلا، ورث في ضبشي نبوي غالي فسني ويل موال، ورث في ضبشي سندي غلا
وقذا اشتي بريد العدي غي وماري وقذا لا 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 فسنوري كثنا وانا في يومي نقاط يظل نور كلنا لا معنى يفتي زمرات ميت السقس مقلبا غايدة في مجال والنار اشتي بريدة